فتحت لايف على تيك توك علشان تلم الهدايا من المتابعين وعملت الحفلة على النيل. فاجئت الكل بشبشبها وزغرطت لنفسها وصحابها بقوا بلوجرز. اطلالتها كاجوال وما حطتش نقطة مكياج على وشها وزغرطت لنفسها، واللي عملوا معاها الفنانين زعل الكل. والتيك توكر مداهم جننها في الحفلة ورقصت على 1:30 مع الشاذلي. لقطات من حفلة عيد ميلاد الفنانة رندا البحيري. ايه كواليس الحفلة دي؟ ايه كواليس الحفلة دي؟ وتفتكروا مين اللي حضر؟ يا ترى ايه اللي عملوا معاها الفنانين وزعل الناس منها؟ كل ده واكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده، بس خليكم متابعين للنهاية. أخيراً الفنانة رندا البحيري احتفلت بعيد ميلادها لأول مرة في حياتها، وعملت حفلة مختلفة ومثيرة جدا في نفس الوقت بشكل مش طبيعي، خلى كل جمهورها يقول لها ليه عملتي حاجة زي دي؟ احنا مش مصدقين إن الفنانة رندا اللي بقالها سنين في الوسط الفني وليها اسمها تعمل عملتها دي في عيد ميلادها. اللي حصل يا جماعة إن رندا البحيري حبت تحتفل بعيد ميلادها السنة دي بشكل مختلف يتناسب بقى مع شغلانتها الجديدة وهي بلوجر. طبعاً هي بتطلع تعمل ريفيوهات على السوشيال ميديا وتطلع لايفات على تيك توك، ما هو برضه كل واحد حر يعمل اللي يريحه هو مش الناس. جهزت لحفل عيد ميلادها من قبلها بكام ساعة، وحجزت كافيه بيطل على النيل، لزوم بقى الصور واللازم منه، وعزمت كل حبايبها بس من التيك توك، واللي هم مداهم والشاذلي بتاع الصفقات والتيك توكر منار واحمد كريم. يعني معنى كده ان مفيش فنانين حضروا؟ ايوه يا جماعه، مفيش فنان ولا فنانه حضروا عيد ميلادها، وده على حسب كلامها انها ما لحقتش تعزم حد غير صحابها الجداد في مجال شغلها الحالي وهو التيك توك. ومين عارف يمكن تكون عزمتهم ومحدش منهم جه. لبست رندا طقم كاجوال عباره عن ليجن وتيشيرت من نص كم وشبشب بلاستيك، وما حطتش نقطه مكياج على وشها، وما عملتش اي ديكورات خالص في المكان ولا حتى علقت بالونه واحده. كل اللي جابته تورتايه بيضه دورين مدهبه وعليها ورد ابيض واخضر، وحطيتها على ترابيزه وحواليها كاسات مانجا. اما بقى اللي عمله التيك توكر مداهم مع رندا البحيري في عيد ميلادها حكايته حكايه. اصلها لما جت تعزمه قال لها انه تعبان يا عيني وعنده برد شديد وما بيقدرش يقف على رجليه واحتمال كبير ما يحضرش. وفجاه وهي داخله الكافيه لقيته واقف مستنيها ومعاه هديه قيمه قوي وبيقول لها كل سنه وانت طيبه يا فنانه. يا دوب فتحوا الاغاني علشان يبداوا الاحتفال بعيد ميلادها، قامت رندا البحيري جابت تليفونها اللي كانت شحناه على الاخر وفتحت لايف عندها على تيك توك علشان تشارك المتابعين بتوعها الاحتفال، وكمان علشان لو حد منهم هيبعت لها هديه سواء اسد ولا حوت، ما هي برضه مش كتير عليها. والصراحه لمت هدايا منهم كتير، وده اللي زعل الناس منها شويه واخدوا على خاطرهم. ما توقعوش انها تفتح لايف في عيد ميلادها. بعدها فضلت رندا ترقص معاهم ومع الشاذلي، وفجاه قامت مزغرطه نفسها وطفوا الانوار كلها وغنوا لها وقطعوا التورتايه. واللي محدش يعرفه ان رندا البحيري ما كانتش ناويه تعمل عيد ميلاد، بس مدير اعمالها هو اللي اقنعها على اخر لحظه، وده بس السبب اللي ما خلاهاش تلبس وتتشيك على سنجة 10 وتعزم ناس كتير.